افهموها بقى، يعني مصر مش دورها اللي جاي يا حبيبي ولا حاجة. مصر هي اللي بتوقف الدور، وللمرة ال300 بنقولها بالأدب، بس المرة ال301 هيكون في كلام تاني هتزعل منه، لأنه واضح إنك مش فاهم أو بتتغابى يا صديقي. كل شوية تطلع تقول الدور أصل جاي على مصر بعد إيران. ما هو أنت يا حبيبي نفس الخروف اللي كنت بتقول الدور على مصر بعد غزة، ونفسك حماس يا عيني تبقى درعنا مش جيشنا بقى ولا دولتنا ولا الكلام ده. اللي زيك مش جاهل، اللي زيك شاكك في بلده، ويمكن اصله كمان مش مصري، من ممكن يكون من الهكسوس او من الحسالة اللي عدت على ارضنا وما عرفتش تكسرها يعني. وكل مرة اسرائيل تضرب تطلع تتبكى وتقول خلاص مصر الدور اللي جاي، مصر الدور اللي جاي. ليه يا حبيبي؟ عشان تثبت بس لنفسك ان كرهك للنظام ده صح؟ مش كده يعني؟ خلوا عندكم ريحة الدم شوية. مصر انت بتتمنى ليها الخراب عشان بس تشمت وتعمل نفسك ناصح، بس نسيت ان مصر ما بتتحطش في الصفوف دي يا حبيبي، ولا بتتشبه باشباه الدول اللي انت عمال تعلي فيها وخلاص يعني. فمصر عندها جيش ومش مرتزقة، وعندها دولة مش فوضى، عندها حدود بتتحاصر بنار، بس عندها رجالة واقفين يا حبيبي في وش الطوفان. وان انت تقلل من قيمة الجيش اللي حامي عرضك وارضك، اللي لو وقع تقع انت وكل اللي زيك، يا جاهل يا خروف. لان دي مش شتيمة، ده توصيف بس دقيق لحالتك يا حبيبي. اسأل التاريخ كده، كل استعمار حاول يقرب مننا انهار عند باب مصر. الهكسوس بقى، المغول، الصليبيين، الانجليز، كلهم يا حبيبي اتكسروا على اعتابها. ليه بقى؟ لان مصر لما تقع بترجع اقوى من الاول. مصر يا حبيبي مش بتتساوى، مصر مش بتتقارن، مصر ما بتتكسرش. فبلاش بقى تقول الدور اللي جاي على مصر، لانك لو قريت شوية هتعرف ان مصر هي اللي بتوقف الدور، هي الجدار الاخير، هي اللي بتقول لحد هنا وكفاية. فتحيا مصر العظمى دائما وابدا، تحيا مصر بينا كلنا، شعب وارض وجيش.